السلام عليكم. شاهد ماذا يفعل أردوغان فوق الكعبة في الحرم المكي. معجزة دليل على اقتراب الساعة. الحج إلى مكة المكرمة وبيت الله الحرام من أعظم وأسمى فرائض الإسلام، ومن أرقى وأجمل الرحلات التي قد يخوضها المسلم في حياته كلها. ولكن عندما يتعلق الأمر برؤساء الدول ومراساتهم للحج فهنالك أشياء أخرى قليلا من يعلمها. في هذا الفيديو سنوضح لكم رؤساء العرب وغير العرب الذين زاروا الكعبة المشرفة لأداء فريضة الحج، ومن هم من فتح لهم باب الكعبة ودخل إلى داخلها في حوادث قد لا يكررها التاريخ. فلنتابع معا. والآن لطفا إذا كنت مسلم اضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركة الفيديو ليعلم الجميع بما حدث. لنشاهد المقطع سويا. سنذكر لكم أولا الحكام غير العرب والذين حصلوا على شرف فريضة الحج، ثم سنذكر لكم الحكام العرب، وفي آخر المقطع سنذكر لكم من هو الحاكم الذي زار الكعبة والذي كانت زيارته لها صدمة كبرى للجميع. أولا رئيس الشيشان. في عام 2015 زار رئيس الشيشان رمضان قاديروف الكعبة المشرفة مع والدته لأداء مناسك الحج، ولكن الأمر المميز أن ملك السعودية أمر بفتح باب الكعبة المشرفة لقاديروف ليدخل إلى باب الكعبة ويصلي فيها مع والدته. وقال قاديروف عند عودته إلى الشيشان أن فتح باب الكعبة بقرار من ملك المملكة العربية السعودية لم يكن مخطط له، وعادة يفتح باب الكعبة المشرفة مرتين في السنة لضيوف الشرف. وقال قاديروف أيضا بمشيئة من الله تعالى حقق ملك المملكة العربية السعودية طلبه، فأنا طلبت من الملك أن يفتح باب الكعبة المشرفة لوالدتي العزيزة. ثانيا رئيس تركيا. قام الرئيس التركي رجب أردوغان أيضا بزيارة الكعبة المشرفة عام 2015 لأداء العمرة مع زوجته، ويعد ثاني رئيس تركي يسمح له بزيارة الكعبة المشرفة بعد داوود أوغلو، والذي كان أول رئيس تركي يحصل على شرف زيارة الكعبة. وعندما زار أردوغان الكعبة أمر خادم الحرمين الشريفين بفتح باب الكعبة المشرفة للرئيس التركي، وهذا مقطع يوضح دخول أردوغان وزوجته وأهله إلى داخل الكعبة المشرفة لأداء الصلاة داخلها، وذلك وسط ازدحام كبير جدا من المعتمرين. وفور نزول الرئيس من طائرته الخاصة حجا أو معتمرا يجرى تخصيص فريقا من المشرفين لنقله إلى الحرم المكي، ثم إسكانه في أحد الفنادق المحيطة في الحرم، ثم تعليمه أركان الحج ليؤدي المراسم في أوقات مخصصة رفق حراسة أمنية مشددة، وكل هذا يقع على نفقة السلطات السعودية. كما يتم تنسيق جداول زيارة الرؤساء إلى الكعبة أو الوقوف بجبل عرفات أو زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في أوقات مخصصة ومختلفة عن أوقات الحجاج العاديين. ثالثا الرئيس العربي الذي تم فتح باب الكعبة المشرفة له مؤخرا هو الرئيس المصري الأخير عبد الفتاح السيسي، وهو لم يؤدي فريضة الحج حتى الآن، ولكنه ذهب في عام 2013 لأداء العمرة بأمر من الملك السعودي. قام بفتح الكعبة المشرفة إلى السيسي، وذلك بخلاف المناسبات الرسمية والتي تفتح فيها الكعبة عادة، ومنها غسل الكسوة يوم عاشوراء والمولد النبوي ورمضان. وقبل السيسي قام العديد من رؤساء مصر بزيارة الكعبة المشرفة، منهم جمال عبد الناصر وحسني مبارك، والذي قد يكون الرئيس العربي الأكثر زيارة للكعبة المشرفة، ويقال إنه حج 7 مرات واعتمر 23 مرة. والرئيس المصري السابق محمد مرسي أيضا له صورا وهو يؤدي العمرة وسط حراسة أمنية مشددة في بداية توليه الحكم.
رابعا، ومؤخرا ظهر فيديو نادر للرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء تأديته فريضة الحج في مكة المكرمة، ويظهر الرئيس الراحل في الفيديو ومعه وفد من الحجيج، وكان يردد الأدعية وأوردة الحج. من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربي أغفر وارحم يا الله سبحانك ما قصدناك حق قصدك يا إلهي يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله بالقبر وضيق الصدر وشتات الأمر وفتنة المحيا والممات ربنا عليك توكلنا وبك اعتصمنا وإليك لا يموت ولا يفوت بيده الخير وإليه المصير اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها. خامسا، وقام الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات رحمه الله بأداء فريضة الحج قبل وفاته، فقد ظهر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بملابس الإحرام، وكان عرفات معروفا بتدينه الشديد، وبعده أدى الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس فريضة الحج عام 2008، وكان برفقته خالد مشعل وإسماعيل هنيع. وهنالك عدة رؤساء عرب قاموا أيضا بزيارة الكعبة المشرفة وأداء فريضة الحج والعمرة، وسنعرض صورهم بملابس الإحرام في نهاية المقطع. أما الرئيس الغير عربي والذي كانت زيارته للكعبة المشرفة صدمة كبرى للجميع فهو الرئيس الإيراني أحمد نجاد، ويعد أول رئيس إيراني يؤدي فريضة الحج، حيث قام بأداء مناسك الحج عام 2007، وكان نجاد قد تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية في عام 2005. خنزيري الوحيدة. أما الآن نترككم مع صور الرؤساء بملابس الإحرام حول الكعبة. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.